عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قدم لكم اليوم حلوى شميشة بالكراميل واللوز. عندنا 140 غرام ديال الطحين، يكون دقيق ديال الحلويات خاص بالحلويات، قبصة ديال الملح، واحد الساشي ديال الفاني، عندنا واحد صفر بيضة، وواحد 40 غرام ديال السكر الثقيل، ما يعادل 3 المعالق كبار، 80 غرام ديال الزبدة، تكون زبدة حيوانية ولينة، تكون على درجة حرارة المطبخ، ما يعادل 3 المعالق كبار ديال الزبدة. كنخدمهم هكا غير بصباعي ما ندلكوش، غير كنجمعوهم. هاد المقادير غادي يجمعوا هذاك الطحين كامل، غادي يتجمع بلا ما ندلكو، كنجمعوه غير بالاصابع. نحاولوا معها حتى كتجمع. هاد البسكوي او لا حلوى معروف بها، واحد اشهر باتيسري في الدار البيضاء هو امود، واللي معروف بها بزاف، كتجي زوينه وكتجي لذيذه بزاف. واخا كتبان لكم مقادير قليله واني كتخرج تبارك الله. ها هي تجمعات دابا كامله، كنجمعوها وكنديروها في بلاستيك غذائي وكنديروها في الثلاجه. الا بغينا نديروها في المجمد نص ساعه، وإلا بغينا نديروها في الثلاجه عادي كتاخذ لينا ساعه حتى ساعه ونص، حتى كتماسك مزيان باش كنقدروا نغلبوا عليها في الدلاك. نعملوها في الثلاجه وندوزو باش نصوبوا مقادير ديال الكراميل باللوز. واحد الكاسرونه على النار، كنوضعوا 60 غرام ديال العسل، ما يعادل نصف كاس ديال العنبه، عسل عادي. كنوضعوا عليه 60 غرام ديال السكر سنيده، ما يعادل 4 المعالق كبار، 60 غرام ديال الزبده، ما يعادل 3 المعالق كبار، وكنحركو غير حتى تذوب هاد الزبده، ما نخلوش حتى يتكراميليزا، غير تذوب الزبده وكنوقفو. كندير واحد القبيصه ديال الملح باش كنحيدو ديك البسوله ديال السكر، وواحد الساشي ديال الفاني، وكنبقاو نحركو حتى تبان لينا الزبده بانها دابت. عاد كنزيدو واحد 90 غرام ديال اللوز افيلي، ما يعادل كاس ديال العنبه عامر. كنحركو حتى تمتزج العناصر كلها،
وكنزولوه من على النار ونخلوه يبرد. هنا انا كتشوفوا العجينه هي تماسكات عندي. كناخذ ورق ديال الخبز كنوضعوا عليه العجين. ضروري هذا الورق الخبز لان الكراميل غادي يلصق الا ما درتوش الورق ديال الخبز. وكنحاولوا مع العجينه راه شويه حساسه لانها معجونه بالزبده، كنحاولوا اننا ندلكوها رقيقه بزاف. نستعنوا شويه ديال بشي رشات مره بشي رشه ديال الطحين. نحاول ندلكها رقيقه بزاف. نتوما كتشوفوا ان العجينه رقيقه بزاف. هنا كناخذ واحد المرشم، انا عندي فيه هنايا 4 سنتيم ونص. وهنا كناخذ البوق عادي فيه 3 سنتيم وكنتقب البسكوي من الوسط. وكناخذ واحد السكين وكنحيد هذاك الفائض ديال هذيك التقيبه اللي الوسط، وكنحيد بطبيعه الحال حتى العجينه اللي في الجناب. وكنديرها في الطاوه اللي كتدخل الفران. الفران مسخن 160 درجه، انا خدات مني 25 دقيقه، وبطبيعه الحال على حسب الرق ديال العجينه كيفاش درتو لها.
هنا الوسط كندير داك الكراميل باللوز، ونحاولوا ما نكتروش، غير شويه باش ما يفيضش لينا الكراميل، لان الكراميل مع الحراره ديال الفران كيضيع. غير القياس، غير هذا القياس بركه. كنحاول نعمر داك التقيبات كاملين بهذا اللوز اللي بالكراميل. صدقوني ان هذه الحلوه كتجي رائعه بزاف. والفران كيف ما قلت، الفران ما نفوتوش 160 درجه. حتى كتبان لينا تحمرات، خدات واحد اللون ذهبي زوين، وكنخرجوها وكنقدموها. ها هي ملي طابت كتجي رقيقه بزاف، شتيها، وبصحه والراحه.